النهاردة هحكي لكم عن قصة غريبة ومرعبة هتزود درجة توترك وتخوفك. قصة المكالمة اللي جت من رقم متوفي. مش فيلم ولا خيال، دي تجربة حصلت بالذات لأحد الأشخاص، وبتفاصيلها هتخليك تقعد تفكر في كل مكالمة توصلك في نص الليل. لو بتحب قصص الرعب الحقيقية اللي بتخلي عقلك يدور على تفسير، طفي النور واقعد معايا، لأن اللي هتحكيه القصة دي هتخليك تشعر إن الظلام مش بس انعدام للضوء، لكن في أسرار ما ينفعش تعرفها إلا في أحلك اللحظات. ولو أنت من عشاق قصص الرعب والمكالمات الغامضة، متنساش تشترك في قناة بيت الرعب وتفعل الجرس عشان توصلك كل القصص الجديدة والمثيرة. في ليلة من ليالي الشتاء الباردة، كنت قاعد في شقتي الصغيرة في أحد أحياء القاهرة القديمة. الجو كان ساكن بشكل غير عادي، وكأن المدينة كلها نائمة، لكني كنت صاحي عشان أخلص شوية شغل وتأمل أفكاري بعد يوم طويل. في اللحظات الأولى من الليل كل شيء كان طبيعياً، والموسيقى الخفيفة في الخلفية ما كانت تعطي أي مؤشر إن حاجة غريبة هتحصل. لكن فجأة، وبينما كنت متعمق في قراءة رسائل البريد الإلكتروني، سمعت صوت رنين الهاتف يقطع السكون. الرقم الظاهر على شاشة الهاتف كان غريباً، رقم مش معروف، ولما نظرت للتاريخ كان الرقم يظهر وكأنه رقم متوفي، يعني رقم مش متصل بيه من زمان. كنت مترددا في الأول، فكرت إن ده ممكن يكون خطأ في النظام، لكن الفضول تغلب عليا، فقررت أجيب الهاتف. رنة واحدة واتنين، وبعدها ساد صمت قاتم. لكن فجأة ظهر صوت باهت جدا شبه همسة يقول: أنا موجود، مش قادر أرحل. قلبي اتقطع في اللحظة دي. المكالمة كانت واضحة، وإنها مش مجرد خطأ تقني، كانت رسالة من عالم تاني، عالم الموتى. بعد المكالمة الأولى حاولت أتأكد إن ده مش خلل في الهاتف، فقمت بفحص إعدادات الجهاز وتاريخه، وكل حاجة كانت طبيعية، لكن الرقم كان ظاهر بشكل غريب. المكالمة دي مش بس خلتني أشعر بالخوف، لكنها كانت نقطة تحول في حياتي. بدأت أشعر إن في قوة خفية بتتواصل معايا. في المكالمة اللي بعدها كان الصوت أوضح شوية، وسمعته بيكرر نفس العبارة: أنا محتاج أقول لك، ليه نسيتني؟ الرسالة كانت غامضة، كأنها بتطلب مساعدة أو بتطرح سؤالا لم ينتهي من التكرار. الكلمات كانت باردة ومعبرة بطريقة مرعبة، وكأن صوتها من عالم الموتى. اتساءلت: هل ده فعلا من رقم ميت؟ أو يمكن هو مجرد خدعة من أحد الأشخاص؟ من هنا بدأت رحلة البحث عن سر الرقم الميت. كل مرة يرن فيها الهاتف وتظهر المكالمة، كانت تزيد من إحساسي إني داخل في عالم من الأسرار والخوف. الكلمات اللي كانت بتنطق كانت متكررة ومعبرة بشكل يخليك تعيد التفكير في كل لحظة في حياتك. قررت أخذ خطوة جريئة وأبحث عن الرقم المريب ده. بدأت أبحث على الإنترنت، في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي المنتديات اللي بتحكي عن قصص الرعب، ولقيت إن في ناس واجهوا نفس الظاهرة. بعضهم قالوا إنهم استقبلوا مكالمات من أرقام متوفاة كانوا يعرفوها، والبعض الآخر ربطها بأسرار قديمة عن أشخاص ماتوا في ظروف غامضة. في إحدى المرات قابلت شخص عارف تفاصيل عن الرقم ده، وقال لي: الرقم ده تابع لشخص كان معروف في المنطقة من زمان، لكن اتوفى بطريقة مفاجئة وظروف غامضة، وبيقولوا إنه قبل وفاته اتصل على ناس عزيزين عليه عشان يعتذر عن حاجات ما قدرش يعملها. الكلام ده زاد من فضولي، وبقيت أبحث في الأرشيفات القديمة وتقارير الجرائم والأحداث الغامضة في المنطقة. اكتشفت إن الشخص ده كان له تاريخ مليان مشاكل وعلاقات معقدة، وإنه قبل وفاته بوقت قصير كان بيدور على مغفرة أو حتى فرصة لتصحيح أخطائه. لكن السؤال كان: ليه المكالمات لسه بتستمر بعد وفاته؟ وهل هو فعلا بيرسل رسالة من عالم آخر؟ في ليلة من الليالي اللي ما كنتش عايز أعيش فيها تجربة تانية، حصل اللي لا ينسى. كنت جالس في غرفتي وكل حاجة هادية، لما فجأة الهاتف رن تاني من نفس الرقم المتوفي. حسيت برعشة مش طبيعية، كأني على وشك الوقوع في فخ الموت. رفعت السماعة بيد مرتجفة والسكون خانق. الصوت جه أكتر وضوحا وقال: مش قادر أنسى، عشان تعرف السبب اتبعني. كلامه كان مخيف لدرجة إن دموعي خافت وأنا بحاول أفهم الرسالة. في اللحظة دي قررت أخد جرأة كبيرة وخرجت من شقتي، رغم إني كنت خايفة جدا. اتجهت للشارع المظلم وكأني بحاول أجد مصدر الرسالة، لكن الطريق كان مليان أسرار وظلال بتحوم في كل زاوية.
مشيت لحد ما وصلت لحديقة مهجورة كانت حواليها قصص رعب قديمة عن أشخاص ضاعوا فيها. هناك فجأة ظهر ضوء خافت كأنه بيشير لمكان معين. اتبعت الضوء وحسيت إني داخل على عالم مختلف تماما، عالم فيه الأشجار الملتوية والظلال الطويلة، وكأن الزمن وقف هناك. في تلك اللحظة تلقيت مكالمة ثانية من الرقم، لكن الصوت دلوقتي كان مختلف، كان كأنه بيحكي قصة حزينة. أنا هنا، انتظرني في المكان اللي وحدنا. رغم خوف قلبي اتبعت الصوت لحد ما وصلت إلى بوابة حديدية قديمة كانت مغلقة. حاولت أفتحها ووجدت إن الباب موارب شوية، وكأن القوة الخفية اللي بتحرك المكالمات كانت بتدعوني للدخول. دخلت من خلال الباب الحديدي، وكانت الحديقة المتروكة مليانة بالأصوات الخافتة والهمسات اللي مش مفهومة. كل خطوة كنت أخطيها في المكان ده كانت بتخليني أحس بإني مش لوحدي، إن في عيون بتراقبني من بين الأشجار. في وسط الحديقة وجدت مقبرة قديمة مليانة بالقبور المتكسرة والتماثيل المتآكلة، وفي لحظة من اللحظات لاحظت ضوءا خفيف بيتصاعد من قبر معين. رجعت السماعة بسرعة والمكالمة الجديدة جت بصوت أكثر قوة ورعب. هذا هو المكان، هنا تكمن الأسرار. بدأت أقترب من القبر، وكل خطوة كانت تحسسني ببرودة مش طبيعية. قربت كفاية حتى لقيت اسم مكتوب بالحديد على القبر: سليم الأحمد. تذكرت من البحث إن الرقم ده كان تابع لشخص اسمه سليم، واللي توفى في ظروف غامضة جدا قبل 10 سنين. تأملت القبر وبدأت أسمع همسات خفيفة من حولي، كأن الأرواح بتتكلم. فجأة انقطعت كل الأصوات وساد سكون غريب. افتحت السماعة ورن الهاتف مرة تانية، والسماع دلوقتي كان واضحا: اتذكرني وأرد على رسالتي. في اللحظة دي شعرت إني مضطر أعمل حاجة لأفهم اللغز، فقررت أطلب المساعدة من صديق كان متخصص في الأمور الغامضة والروحانيات. بعد البحث والحديث مع المختص اتضح إن الرقم اللي كانت المكالمات جاية منه مرتبط بشخص عاش حياة معقدة مليانة أخطاء وندم. سليم الأحمد بحسب الأرشيفات القديمة كان شخصاً عانى من مشاكل نفسية واجتماعية، وكان دايماً بيحاول يصلح أخطائه. وفي الليلة اللي مات فيها كانت هناك تقارير عن مكالمات غامضة صدرت من رقم تليفونه بعد وفاته. الخبر ده خلاني أتساءل: هل كان سليم يحاول إرسال رسالة أخيرة للعالم؟ هل كان بيطلب مغفرة أو فرصة للتصحيح؟ المكالمات اللي وصلتني كانت عبارة عن تكرار لعبارات معبرة ومشحونة بالألم والندم. كل مكالمة كانت بتزيد من رعب الليلة وتجعلني أشعر بأني بين عالمين، عالم الأحياء وعالم الموتى. وفي إحدى المكالمات الصوت اتغير فجأة وبقى واضح أكتر، وقال: أنا آسف، لو سمحت لا تنساني. الكلمات دي كانت مليانة حزن وندم، وكأن روح سليم كانت بتطلب المغفرة والتذكر. لكن في نفس الوقت كان في شيء من الرعب والغموض. كان الصوت ينذر من عواقب فتح أبواب الماضي. بعد كل اللي عشته من مكالمات وتجارب مرعبة، وصلت لمرحلة ما بقتش عارفة أفرق بين الواقع والخيال. في ليلة أخرى قررت أرجع للحديقة القديمة عند المقبرة لمواجهة المجهول. في تلك الليلة بينما كنت واقفة قدام قبر سليم، بدأت الأجواء تتغير بسرعة. الرياح زادت والأشجار تحركت ببطء كأنها بتهمس بأسرار قديمة. فجأة جاء ضوء خافت من فوق القبر، ومعه صوت واضح يقول: لا تخافي، أنا هنا لأكمل ما بدأته. بقيت مش قادر أفهم اللي بيحصل، وحسيت إن الزمن اتوقف في اللحظة دي. الصوت كان هادي لكنه كان مليان بالغموض والألم، وكأن روح سليم كانت بتطلب مني أن أكتشف الحقيقة كاملة. وفجأة انقطعت المكالمات وساد سكون مطبق. في اللحظة اللي بعدها ظهر رقم آخر على هاتفي، لكن هذه المرة كان الرقم مش معروف إطلاقا، وكأن رسالة أخيرة كانت في انتظاري. أخذت نفسا عميق وحاولت أفكر في كل التفاصيل، وبدأت أسجل كل اللي بحس بيه وكأني بكتب قصة لم يستطع أحد من قبل. في نهاية المطاف قررت أن أكتب كل التجارب دي وأشاركها مع العالم، عشان يفضل سر الرقم المتوفي والمكالمات الغامضة لغز يثير الخوف والتساؤلات في كل من يسمع القصة. دي كانت قصتي مع المكالمة اللي جت من رقم متوفي، قصة مرعبة خلتني أشعر إن الحدود بين الحياة والموت مش دايما واضحة. كل مكالمة كانت رسالة من عالم آخر، وكل كلمة كانت دليل على وجود أسرار
لا يمكن للعقل البشري تفسيرها بسهولة. لو عندك تجربة أو قصة غريبة حصلت لك مع مكالمة غير متوقعة أو رقم مش مفهوم، اكتبها في التعليقات، وممكن تكون قصتك الجاية اللي هنرويها في فيديو بيت الرعب. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك أقوى وأحدث قصص الرعب الحقيقية والمخيفة. وخليك دايما حذر، لأن كل مكالمة ممكن تكون بوابة لعالم مليان أسرار لا تنسى. شكرا لمتابعتكم.